ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه بالسجق والجبنه والهريسه الحاره ومن غير جبنه. هبدا اضيف شويه من الزيت، مكتريش من الزيت علشان لسه السجق هينزل الماده الدهنيه بتاعته. هضيف عليها بصله كبيره مفرومه ناعمه وابدا ان انا اشوحها بالشكل ده، وانزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم. واول ما ريحه الثوم تبدا تظهر معايا بضيف السجق. والسجق عندي انا بضيفه صحيح مش بقطعه علشان ما يتهريش معايا. ببدا ان انا اشوحه كده، لما لونه يبدا يتغير معايا بقلبه على الناحيه التانيه. هبدأ إن أنا أقطعه بالمعلقة كده خشبية، بيتقطع معايا بكل سهولة، أو تقصيه بالمقص. وكده شكله بيكون معايا متهرش ولا أي حاجة. هبدأ أضيف فلفل رومي، 2 حبة من الفلفل الرومي، وهضيف عليها معلقة كبيرة من الهريسة الحارة، بتدي طعم حلو جدا، تخليه سبايسي. وعندي كوبايتين من صلصة عصير الطماطم البيور، ما تضيفيش ليه مية. وابدأ إن أنا كده أقلبهم مع بعض، وابدا ان انا اضيف الملح. طبعا انا مش هحط توابل ولا اي حاجه عشان السجق انتوا عارفين انه فيه توابل بتاعته. هضيف شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، وهضيف معلقه صغيره من السكر عشان دي تبقى طبعا صلصه مكرونه. هبدا اقلبهم كده مع بعض، واول ما يبدا يدي غلوه معايا هبدا اضيف المكرونه. انا عندي هنا مكرونه اللي مسلقاها يعني 3/4 سوا، انا بفضل ان انا اسلقها ما احطهاش نيه علشان ما تنزلش الماده النشويه بتاعتها. وهبدا اقلبهم كده مع بعض، وهي المكرونه هتكمل سواها كده مع الصلصة بتاعتها. كده أصبحت معايا جاهزة، وفيها شوية من الصوص كده. كده أصبحت جاهزة معايا، وممكن تتاكل لوحدها كده. كده أصبحت معايا كده جاهزة، ممكن تتاكل كده من غير أي إضافات جبنة ولا أي حاجة. طبعا عايزة أقول لكم ريحتها جميلة جدا وسهلة وبسيطة. كده أصبحت معايا جاهزة. لو حابينها بالجبنة هبدأ أجيب أي بريم عندي أو أي بريمات صغيرة تضيفي فيها كده المكرونة، وهضيف على الوش شوية من الجبنة الموتزاريلا. يا دوبك أنا هكون مولعة عليها الشواية عشان الجبنة تسيح. وأول ما بتطلع معايا بتكون بالشكل ده، سهل وسريع ومخدش معايا وقت خالص. ولو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى الجبنة بعد ما ساحت جميلة جدا، وحاجة سريعة ما خدتش مننا وقت خالص. لو حباها بالجبنة هتعمليها كده في برام أو برامات صغيرة، ولو مش عايزة عليها إضافة جبنة هتتاكل كده مع السجق الحار. طعمها جميل جدا، سهلة وبسيطة. جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.